كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رسالة حبك كتبت بدمي، وهل في الخلق من في مثل أمي؟ وإن سطرتم ذكرياتي يوما سأذكر في المنايا موت أمي. فبهذا حكم الله، وبهذا قدر الله، وبهذا أراد الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا نفس توبي ولا تتكبري، سيأتي عليك يوما لا بد أن ترحلي، وستجردي من كل غال، وفي ثوب أبيض سوف تكفني. إن طال الزمان حتما أو قصر، فعلى الأعناق سوف تحملي، وستزوري بيت الدود يوما، وحتما في التراب سوف تدفني. أيها الجمع الطيب الكريم، حياكم الله بالسلام، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا في هذه الليلة القرآنية المباركة. ومن على أرقى الهندسة الصوتية الإذاعية التاريخ المشرف، واسم له تاريخه، أبناء راحلنا الكريم الحج محمد عبد العال بكفر حمودة، مركز هي شرقية، إدارة أخي الحبيب المهندس عبد العال السيد عبد العال، من داخل إحدى قصور الضيافة العالمية والمتنقلة عبر الليالي القرآنية الكبرى، معلم أحمد الصغير ببني عامر وبشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق. محطات الديزل العالمية في هذه الليلة والتركيبات الكهربائية مهندس محمد السيد خليل ببني عامر. خدمة الضيافة في هذا اللقاء القرآني الأدب والأخلاق متر أحمد أبو هاشم صيام، وتنقل لحضراتكم عبر قناة عملاق مصوري الحفلات القرآنية. ومنسق هذا اللقاء القرآني يخرج لنا هذا اللقاء في أبهى صورته مهندس أشرف إبراهيم المهداوي ببني عامر. وأسعد بحضراتكم من أسرة مذيعين الشرقية أشرف البياض ببني عامر في هذه الليلة بصحبة علمين من أعلام دولة التلاوة بإذاعات مصر والوطن العربي، العلم القرآني الكبير والقطب الإذاعي ونجم مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، قارئنا العلم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر، وبصحبته العلم القرآني الكبير ونبت بيت القرآن بصفت الحنة مركز أبو حماد بالشرقية، قارئنا العلم فضيلة القارئ الشيخ محمد موسى عجيبة. وجئنا جميعا إلى هذا المقام القرآني لنشارك أهل الواجب وأهل الأدب في هذه الليلة، في ليلة التكريم للأمة الراحلة الكريمة، سائلا ربي أن يجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، وأن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها، وأن يجعلها برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. شاركين في هذه الليلة لحرم راحلنا الكريم الحج محمد الشهيدي، شاركين لإخوتي الأحباب ولأبنائها الأكرمين، أستاذ محمود محمد الشهيدي، الأسطى أحمد محمد الشهيدي، مشاركين لأخي الحبيب وصاحب الواجب والأدب في كل مكان، الأسطى رضا محمد الشهيدي، الأسطى عبد الشهيدي، شاركين أيضا لأشقائها الأكرمين في هذا اللقاء القرآني، أستاذ محمد أحمد السنكري، أستاذ سليمان أحمد السنكري، أستاذ السيد أحمد السنكري، أستاذ رمضان أحمد السنكري، أستاذ أحمد السنكري، شاركين أبناء العمومة في هذا اللقاء القرآني، أستاذ حمد الشهيدي، فضيلة الشيخ حسن الشهيدي، شاركين للنسب والصهر في هذا اللقاء القرآني، معلم سليمان الزرباوي السنكري، أستاذ شريف محمد بكير. باسمهم جميعا أشكر لكل من وطأت قدمه هذا المقام القرآني مقدما واجب العزاء في هذه الليلة. أيها الأحبة، دائما القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، من
أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. تعالوا بنا لنعيش مع هذا اللقاء المرتقب، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من ذلكم العلم القرآني الكبير وبلبل وكروان الوطن العربي ونجم قراء مركز ومدينة فاقوس، قارئنا العلم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر. أسأل ربي لفضيلته الفتوح والقبول، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الفتح لما والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم حق جاه مقدار العظيم. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح
ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واعلموا أنكم ملاقوه
وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العظيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان الطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها
وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها. من لا يبالي ولا يعلم حدود الله ولا يبالي من أين يأكل ولا يشرب فلا يعلم من أي أبواب جهنم يدخل. فكن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي. الله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. ألا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب عليك بأيديهم وبالفاس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. شكرا للعلم القرآني الكبير وبلبل وكروان الوطن العربي العلم الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر العلم القرآني الكبير نبت بيت القرآن بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية والذي شرفت به هذه الليلة وشرفت به بلدتنا الطيبة في هذا اللقاء القرآني. ونحن مشاركين لعائلات الشهيد الأعلام في هذه الليلة ولآل السنكري جميعا صغيرا وكبيرا باسم أنسابهم وأصهارهم في هذه الليلة. أشكر لكل من وطأت قدمه هذا المقام القرآني
مقدما واجب العزاء في هذه الليلة. شكرا مخازن الفراشة العالمية التي تصحبني في هذا اللقاء القرآني. معلم أحمد الصغير بشارع وادي النيل وبقرية بني عامر. الهندسة الصوتية الإذاعية الدولية متنقلة عبر الليالي القرآنية الكبرى. أبناء الراحل الكريم الحاج محمد عبد العال بكفر حمودة مركز هي شرقية. دارة المهندس عبد العال السيد عبد العال. محطات الديزل الدولية العالمية والمجدد دائما في عالم الإنارة المهندس محمد السيد خليل ببني عامر. خدمة الضيافة في هذه الليلة متر أحمد أبو هاشم صيام ببني عامر تنقل لحضراتكم عبر قناة مخرجنا العملاق ومنسق هذا اللقاء القرآني أخي الحبيب المهندس أشرف إبراهيم المهداوي ببني عامر. أيها الأحبة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.